يا جماعة مش معقول اللي بيحصل. فنان قدوة لملايين الشباب بيظهر بمنظر غريب ومستفز وكأنه بيقلل من قيمنا وأخلاقنا وبيقولوا عليه فنان. ده مش فن، ده استهتار بالمسؤولية اللي عليه تجاه جمهوره. للأسف بعض الفنانين بيفتكروا إن الشهرة بتديهم الحق يعملوا أي حاجة وينسوا إنهم قدوة لشبابنا. يبقى لازم نوصل صوتنا ونقول كفاية استهتار بقيمنا وأخلاقنا. إزاي الفنان محمد رمضان يرفع علم مصر وهو لابس بدلة رقص في حفلته اللي كانت في أمريكا؟ أكيد ده ما ينفعش. كنت لازم يا محمد رمضان تكون نموذج مشرف وتكون قدوة لولادنا مش العكس. للأسف اللي انت عملته ده يا محمد رمضان بيشوه صورة بلادنا وبيدي انطباع سيء عن شبابنا. ومحمد رمضان في ناس كتير بتقلده في كل حاجة بيعملها وبيعملوا صفحات على السوشيال ميديا وبيقلدوا كل حركاته وبيطلعوا ببرامج. بس عايز اقول نصيحة ليكم، لازم نكون واعيين ونختار قدوتنا صح ونرفض اي حاجة تسيء لقيمنا واخلاقنا. ونصيحة لكل فنان، فكر في تأثيرك على جمهورك وقدم فن يحترم قيمنا وعاداتنا. احنا سمعنا عن فنانين لبست حلق وسمعنا عن فنانين لبست قمصان شفافة وجه محمد رمضان لبس بدلة رقص. انا بناشد من خلال الفيديو ده كل الجهات المختصة عشان تحاسب محمد رمضان عشان نقدر نقضي على الظاهرة اللي بتدمر شبابنا في الداخل وبتسوء سمعة بلادنا وشبابنا في الخارج. اتمنى تكون رسالتي وصلتكم. السلام عليكم.